صباح الخير، كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبالصحه والعافيه. فيديو اليوم بدون عنوان، المهم قصه حياتكم، يعني مش قضيه قصه حياه، ولكن نشوفوا نخلو الطاروت يتحدث، يعني اللي يطلع لي اقوله. هل فهمتم؟ قصه قصة تدور، قصة تهمكم، قصتكم أنتم، قصة الله أعلم ماذا سيطلع إن شاء الله. فنبدأ على بركة الله بأحرف اسمكم: حرف الدال، حرف الطاء، حرف القاف، حرف الخاء، حرف الهاء، حرف الواو، حرف الكاف، حرف التاء المعجمة، حرف الميم، حرف السين، حرف الباء، حرف الياء، وحرف الألف بأحرف اسمكم. أوكي، نبدأ على بركة الله. على بركة الله، بسم الله. بسم الله. أربعة، 10. نبدأ على بركة الله. قصتكم هذا اليوم، ما هي قصتكم هذا اليوم إن شاء الله؟ نشوفوا، نبدأ على بركة الله. أول شي هنايا كيبان ليا كانت عندكم يا أصحاب هاد الأحرف اللي ذكرتها، كانت عندكم بداية، شيء ما، باب رزق فتح لكم، أو رزق، عمل، أو حتى علاقة جديدة كانت أو لا زالت، الله أعلم. المهم هنا كانت شي فرصة باينة، وكانت فرصة خير عندكم هنا وفيها أمل. ولكن للأسف البدايات لا تمشي دائما، لا تأتي الريح ما تشتهي السفن. كانت عندك واحد ربما وعد بعمل، أموال تأتيك، فرصة لقاء، فرصة زواج، فرصة ارتباط، يعني كانت واحد الفرصة. لكن بعد ذلك حدثت هناك مشاكل. حتى البعض منكم تعارك حتى غير مع نفسه، شي مشكل هنا وقع، يمكن صار خصام، تعب داخلي، ضغط كبير خلاكم تهربون أو تبتعدون عن شي ناس أو عن الوضع أو شي حالي. وأصلا كنتم أنتم محتاجين تهربوا من شي جو خانق، شي حاجة تخنقكم، وتقلبوا وتبحثوا على الراحة، ولو حتى غير في هذه الراحة تبحثوا على، ولو في عقلكم الباطن. انتم هنا كنتم محاطين بشي سحر، كنتم محاطين بطاقة خايبة ومن امرأة للأسف. المهم هنا حتى ربما كنتوا حاطين امل على اوراق سفر، وتعكست هذه الاوراق والامور تبلوكات، وقع عندكم بلوكاج. كانت واحد البدايه رائعه، لكن وقع عليكم بلوكاج عراقيل. كاين سحر واضح هنا، وكاينه امراه، يعني السحر ربما كان يتجدد لكم، او طاقه سامه، او لانك هنا انا بعضكم اراه مربوط. انتم هنا كنتم مربوطين بشي حاجه سامه، ممكن او ممكن، فهمتوني؟ شي حاجه سامه هنا كتعني يمكن علاقه سامه، علاقه فيها تلاعب، او شخص هنا يسيطر عليكم، او حتى شي عاده خايبه، يعني شي بليه او شي عاده خايبه غير جيده، او خوف. مثلا كيبعدك على الراحه، عندكم واحد الخوف من امور، خايفين ان الامور ما عندكم واحد الخوف. اوكي، لان ربما الشيطان داير بكم، او الامور تخليكم واحد، او قارينكم، او شي حاجه تبعدكم عن الحياه، تبعدكم عن، في ربط، في عراقيل. اوكي، شي حاجه كانت تتحكم فيكم بلا ما تحسوا، هناك شيء ما يتحكم فيكم بدون ان تحسون. اوكي، فكاين هناك شخص هنا، كاينه امراه بالضبط، طلعت لي امراه هي اللي صراحه دار لكم مشاكل هنا، او اوكي. ولكن هنا رغم ذلك كتبان ليا نتوما ناس اقوياء. علاش هنا اراكم لا ترضون بالذل، تعرفون قيمتكم، تعرفون اش كتستاهلوا. اوكي، يعني حتى لو انتم في هذا الوضع السيء، الوضع اللي فيه الضغط، الوضع اللي فيه كل هذه الامور، كان عندك بالداخل ديالك عطاك ربي واحد القوه، واحد النور، واحد شمعه الامل. يعني بحال انتم جلستوا مع انفسكم وقلتوا
ليس هكذا تمشي حياتنا. اوكي. ف يعني وفعلا فهمت فينا. جات واحد الفترة زوينة والله أعلم. كان شي لقاء. أوكي. كان تواصل مع شخص، وبحال خرجتو شي يوم واحد المأزق. حسيتوا ان هذا الشخص معاكم وانه كيهمكم وانه دائما مثلا واقف معاكم، وان هذا الشخص بغيتوا تكملوا معه مثلا حياتكم. فهمتوا؟ وربما هذا الشخص لقيتوا شخص اللي كيعطيكم اهتمام واللي يهتم بكم. يعني حسيتوا بفتره انه اخيرا لقينا شخص يهتم بنا، يتعامل معنا. يعني خرجتوا واحد الفتره معينه من شي مشكل. اوكي. ولكن من بعد شي حد هنا ما كان صادق، شي حد هنا دار لكم مشكل. شخص هنا كتبان لي طاقة السحر. شخص هنا كان يتلاعب بكم، وشخص كان يكذب، وشخص كان يخدعكم، وعمل تصرف فيه نوع من الخيانة. فهمتوني؟ رغم تعرفتوا على شخص وشخص كان جيد، ولكن بعض منكم انقلب عليكم وشخص فجأة. كان شخص ربما بعيد عنكم في بلد آخر، وكان يعدكم بأمور كثيرة، مع أنه كان حبه، ولكن حصل تدخل ربما بسبب الأسحار، بسبب المرأة اللي قلت لكم. فكانت شي أمور أنا غير مفهومة. فهمتوني؟ هذا الشخص بصراحة اختفى. شخص هنا كان دخل حياتكم وفرحتوا به لفترة، ولكن للأسف اختفى مرة أخرى. حصل خداع، حصل تصرف، حصل في أمور حسيتوا براسكم أنكم مرة أخرى عشتوا في نوع من الوحدانية. أوكي. يقدر هذا الشيء ماشي بسبب ذلك الشخص، ولكن بسبب التلاعب اللي وقع عليكم في حياتكم، لأن هناك صراحة كاين سحر، كاين حسد، كاين سحر وكاين الحسد بصراحة. يحيط بكم. داكشي أي علاقة ربما دخلتوها ما نجحتش لكم، أي علاقة كتدخلوها كتفشل، إما بسبب ذلك الطرف ما يكون جيد، أو حتى لو كان جيد فالامور ما تمشيش مثل ما تريدون، لان كاين عندكم عراقيل وكاين بلوكاج واقع للاسف. اوكي. ولكن هنا كتبان ليا غتظهر واحد البدايه جديده، غتبنوا حاجه جديده، صفحه جديده، خطوه جديده. هذا الان اخيرا ستفكرون في انفسكم. يعني ستقولون لم يضع، يعني الحمد لله باقيين، لم يضيع كل شيء. غتبداو ترجعوا الثقه ديالكم في راسكم ولو بصعوبه. ستبداون تفكرون في مستقبلكم، في حياتكم، في عملكم، او حتى في صحتكم او في مصلحتكم. اوكي. يعني هنا، ولكن دائما سبحان الله العظيم الامور كتجي الضربات للاسف. يعني كتجي واحد الضربه اللي كتكونوا معولين على شي حاجه وكتجي واحد الضربه كبيره، ولكن هذه بالعكس، هذه كتفيقكم، لان هناك فرح قادم، هناك شي حاجه، هناك شفاء. انا كتقول لكم هنايا يعني غيجيب لكم ربي واحد الفرج من حيث لا تحتسبون. ولو انها كانت واحد الضربه قويه، بحال هذا الضرب بحال هزتكم، بحال حيدتكم من واحد الوضع سيء، بحال حيدتكم واحد الوضع عايشين فقط الاحلام وما عايشينش ربما واحد الواقع. ف فهمت. ولكن المهم كاين شي حاجه هنا ايضا. تعرضت للغدر من اقرب المقربين اليكم للاسف. ما توقعتوش ان هذا الغدر ياتيكم ربما هذا الشخص، او من اشخاص اللي اكتشفتوا عمل لكم اسحار. عانيتم لحظه من الخذلان، لحظه من البكاء، لحظه من الصمت. يعني كل شيء مر عليكم، بقيتوا هنا محصورين تايهين، ما عارفين اي طريقه تشدوا. احساس انكم ما عارفين ماذا نفعل، ما عارفين اين تذهبون، كل شيء اصبح ضدكم. ولكن الحقيقه انكم كتبانوا انكم محبوسين في افكاركم. يعني عايشين بعيدين ربما عن الواقع، سدين عليكم الطريق. يعني اوكي تسدت اغلقت في وجهكم ابواب، ولكنها مفتوحه. هي غير هذه عقبه بسيطه وستزول، ولكن انتم انكمشتم اكثر. خاصكم تبداو وتبنوا ان شاء الله واحد الطريق اللي جاي ان شاء الله خطوه بخطوه. الحمد لله. علاش كملت هنا؟ الحمد لله بالحاجه بالخير والفضل الكبير ان شاء الله. فكاين استقرار. غادي توصلوا ان شاء الله واحد الوضع فيه استقرار. القلب غادي يرجع للطريق ان شاء الله، بمعنى غادي يرجع ينبض من جديد. العاطفه غادي ترجع. غتحسوا بواحد الشخص هنا متوازن، وممكن نفس هذا الشخص، يعني نفس الطاقه. ممكن شخص هنا مره اخرى غادي يرجع لكم.
فهمتوني؟ يا اما غتعرفوا على شخص جديد وتستاهلوا هذا الشخص وغادي يكون ان شاء الله بمصلحتكم، وهذا الشخص انسان شويه كبير في العمر، او هذا الشخص شويه انسان شخص ناضج جاي يدخل الى حياتكم، او عوده لشخص من الماضي. اوكي. ولكن شخص على الأقل سيعود، ولكن سيعود في فكر ناضج. ولكن الأهم هنا غتوصل واحد المرحلة إن شاء الله غتحبوا راسكم، غادي تفهموا أنفسكم. يعني الحمد لله الأمور غتكون إن شاء الله مزيانة. بحال نتوما كانت عندكم واحد الفرصة وكانت واحد الفرصة رائعة، ولكن بسبب السحر، بسبب حسد اللي وقع عليكم، علاقة تشتتت، أو بسبب البعض منكم حتى عنده التوكال، يعني سحر التوكال. فكان تحكم، كاين حتى وقعتوا تحت طائلة الخيانة، طائلة الكذب، وتعرضتوا لواحد الضربة مؤلمة، حسستوا بنوع من السجن، من الخوف. ولكن الحمد لله غتستطيعوا ان شاء الله تهربوا من هذا الضغط اللي عشتوه، من هذه المرأة المسيطرة ومن هذا الشخص المسيطر، او من الظروف كلها الخايبة اللي كتعيشوا اللي عشتوها. لان غيعطيكم ربي، غيعطيكم بواحد القوة داخلية ان شاء الله. غتكون مشاعر، غتكون واحد البداية جديدة، ولو ببطء ولكن ستكون هناك بداية. ولكن في النهاية ان شاء الله غتكون عندكم واحد الراحة نفسية. فان شاء الله طيح في طريقكم السفر، طرح في طريقكم السفر مرتين ان شاء الله. كاين ان شاء الله مازال غادي تبداو واحد العمل، بعضكم غادي يبدا عمل جديد. في فرصه انكم بعض منهم سيعمل عمل تجاري، ولا بعض منكم سيعمل عمل في اداره. اوكي. كاين عندكم زواج او فرحه بعد تعب، فهمتوني؟ وان شاء الله يعني عفوا عندكم واحد البداية رائعة وجميلة جدا إن شاء الله. ربي غادي ينور طريقكم، أو أنتم من ستشعلون شمعتكم، أنتم من ستنورون شمعتكم، فهمتوني؟ ستشعلون إن شاء الله. هذا السحر إن شاء الله غادي تخطاو، هذا السحر ستتخطونه إن شاء الله. هذا السحر بحال سيترك عندكم نوع من التشتت الذهني، التفكير السلبي، لكن العثرات إن شاء الله ستزولن في الأخير، ستنتصرون إن شاء الله، وستنتصرون على من سحركم. المهم هنا باش تبان لكم الوضع، فالتي سحرت هي امرأة، للأسف امرأة هي اللي عملت هذه الأمور كلها، بدافع الغيرة، بدافع الحسد، والبعض منكم حتى دخل في علاقة فيها تسلط، علاقة فيها نوع من شخص أن يحب أن يسيطر ويتسلط عليكم. المهم نتمنى نكون حكيت لكم على قصتكم هنا. قصة هنايا هذه القصة ظهرت لي في هذه اللحظة لأصحاب هذه الأحرف. لكن الحمد لله ختمنا بحاجة زوينة ورائعة. يعني عندكم استقرار، عندكم شخص سيفهمكم، سيكون بجانبكم إن شاء الله، سيكون مثل الطبيب الذي يداويكم أو يفهمكم أو يفهم جراحكم، وترجعوا للحياة مرة أخرى. أوكي. هادشي عندكم أصحاب الاختيار الأول. نمر لأصحاب الاختيار الثاني، وشكرا لكم. نمر لأصحاب الاختيار الثاني، نشوفوا قصتكم هنا، ماذا يوجد هنا. أصحاب الأحرف: حرف الراء، حرف الضاد، حرف التاء، حرف العين، حرف الفاء، حرف الغين، حرف الزاي، حرف النون، حرف الحاء، حرف اللام، حرف الجيم، حرف الضاد المعجمة، حرف الشين، وحرف الصاد. أوكي. خلينا نشوفوا هنا قصة حياتكم، نشوفوا أو قصة اللي تجرى الآن. هذا نشوفوا الله أعلم. السيدة طلبت احكي لنا عن قصتكم اليوم. أوكي. ما هي هذه القصة هذا اليوم؟ نشوفوا قصتكم هذا اليوم إن شاء الله بأحرف اسمكم بطبيعة الحال. اوكي، نبداو على بركة الله. اول حاجة هنا كتبان لي قصتكم هنا يا اصحاب الاحرف، انتم كلشي بدا من الماضي. كتبان لي هنا بقايا لشي علاقة قديمة او ذكريات، ناس دخلوا الى حياتكم وخرجوا، ولكن قلبكم لم ينسى هاد الاشخاص اللي دخلوا قلبكم وخرجوا. يمكن انتم كنتوا كتقولوا كانوا كيضحكوا علينا، يعني أو لا، كانوا كيضحكون معنا، كانوا سند لنا، اين ذهبوا؟ يمكن حتى شي حد من الماضي شنو نقول لكم، رجع بان، ولكن قلب عليكم. يعني في شخص ربما دخل في حياتكم واختفى،
المهم كانت بينكم علاقة وأمور جميلة وكل الأمور اختفى، وهذا الشخص مرة أخرى رجع، ولكن تغير عليكم، ولكن الذكرى هنا لا زلتم لم تنسون هذا الشخص. كاينه ذكريات فرحه وكاين ذكريات وجع. اوكي. لا اله الا الله مع هذا الشيء. يعني صراحه كاين واحد شويه تاع التعب هنا النفسي، تعب، جروح، صراحه هنا اش نقول لكم، ملي كنشوفوا لهذا الوضع الكارثي اللي عشتوه مع شخص هنايا، فاش غادي نقول لكم، كانت علاقة حب خايبة غير جيدة. علاقة حب نقول بالدرجة خايبة، يعني علاقة حب فيها كذب، فيها خيانة، يمكن حتى طلاق، انفصال، فراق، يمكن حتى هناك موت فجأة. اوكي. لبعض منكم خسر شخص بعيد عنكم او حتى من عائلتكم، حصل هناك وفاة. القلب هنا ارى موجوع، ارى البكاء، العين بكات، ارى البكاء قلت البكاء والدموع لا تتساقط. بعض منكم كان عنده عزاء، البعض منكم ما كنتوا فاهمين ماذا يقع، البعض منكم كان عنده لان كتبان لي هنايا كانت حتى الصدمه، كانت عندكم هنا واحد الصدمه اللي كسراتكم هنا. كان واحد الانفصال، حتى ربما خلاكم هاد الألم خلاكم تحسوا أنكم نفسكم مرفوضين، لوحدكم، مهمشين، أو حتى ماديا هنا كتبان ليا متعبين، وهنا أيضا التعب هنا المادي. حسيتوا براسكم أنكم خرجتوا من ذلك الوضع الجميل، من ذلك الدفء، كل شيء محيطكم أصبح بارد، نشفان، جفاف. حتى لو اللي كانوا قراب منكم بعدوا، يعني اللي كانوا معاكم وقراب منكم ابتعدوا عنكم للأسف، يعني ذهبوا خطوة بعيدة عنكم. فلا اله الا الله محمد رسول الله. فواحد القصه انا كتبان لي قصه جد جد مؤلمه، يعني بقيتم محتارين. اوكي. واش ترجعوا، واش تبداو من جديد، او تبقوا معلقين في ماضي، او ترجعوا لبدايه حياتكم جديده. هل تسامحون او تكملون في طريقكم؟ يعني كيبان لي واحد العقل هنا محاصر، عقلكم محاصر، لا تعرفون القرار الصح، ولو أن قلبكم يبكي دم، ولو أن عقلكم ساكت وقلبكم يبكي، ولكن نتوما عايشين في النص. أنا فهمتوني، بحال داك الإنسان اللي عايش في النص ما عارف أي اتجاه ممكن يسلك. الحمل زاد عليكم بكثرة، الحمل زادوا بكثرة بزاف، مسؤوليات، كلام الناس يعني كتير، مطالب، واجبات، مسؤوليات، كل شيء فوق ظهركم، يعني كل شيء فوق، أنتم مسؤولية كبيرة على ظهركم، وما كان حتى شي واحد يخف عنكم هذا العبء. اوكي. كنتوا كتحاولوا تقوموا بدوركم ودور غيركم، فهمتوني، ولكن كتحسوا انكم تحملون جبل. كتتمنوا غير ولو في لحظة أنكم ترتاحون، أو أحد يساعدكم على حمل هذا الهم عليكم هموم، أو حتى تفضفضوا، عندكم أشياء داخلية وتريدون تفضفضوا لمن، ولكن ما وجدتوا أحد، ولكن ما كاينش معامل، لم تجدوا لمن تفضفضوا له أو حتى تحكوا له كل هذه الأمور. هنا من كثرة التعب، يعني باش نقول لكم حنا نقول بدرجه كتعبروا تكفحي، فهنايا اموركم تلخبطت، تفكير، دموع، حيره، حتى النوم ما عاد يجيكم، تخافوا تنعسوا، ويعني تبغوا تنعسوا ولكن كتمنوا تنعسوا ما تفيقوش، يعني كتمنوا تنعسوا وتفيقوا على شي حاجه افضل، او على الاقل الا ما يكون شي لم تعودوا ترغبون فانكم تنامون وتنهضون وتلقوا نفس المشكله، نفس الالم. اوكي. كتبقاو تفكروا تقولوا هل سنخرج من هذه الدوامه، يعني القلب متقل والعقل مش نقول لكم العقل مضروب، فهمتوني. ربما البعض منكم اراكم بديتوا كتحسوا حتى في راسكم، او ماشي كتحسوا، كتشكوا، يعني كتشكوا في راسكم، في وضعكم، في حياتكم، لكن جاي واحد القرار هنا مهم، شي فكره صحيحه جاتك في بالك، او ستاتيكم فكره هنا مهمه ان شاء الله، شي نور غادي يبدا يبان ان شاء الله.
بحال انتم غتجيكم واحد الاشاره الهيه سبحان الله العظيم انكم تقولوا يجب ان نقف على ظهرنا، خاصنا نقطعوا هذه الدائره. واخا التعب، ولو ان هناك تعب، ولو ان هناك في خوف، ولكن انتم قلتم مع نفسكم هيا، الى ما دفعت راسي لقدام، الى ما كافحت، الى ما بديت واحد الخطوه ونتخلص من هذا التعب، من يقف معي، من يدافع. اوكي، ومن ثم غادي يبدا واحد النور. درتوا هذه الخطوه ان شاء الله تكونوا بديتوها، غادي يبدا واحد النور يدخل بشويه بشويه ان شاء الله. فهمتوني؟ هنا ان شاء الله غتوقفوا، غادي تشدوا راسكم، يعني غتوقفوا، يعني داز عليكم العذاب، مر عليكم العذاب، مر اللي مر عليكم، ولكن قلتوا يجب ان نكون اقوياء. بديتوا غتبداو تراقبوا الامور بعين بارده، بعين، فهمتوني، بنوع من الاتزان. ستخططون وتبداو تراقبون، يعني لن تبقوا تعطون قلبكم لمن هب ودب. اوكي، غتكونوا واعيين، ستكونوا ناضجين وعارفين ماذا، يعني عارفين ايش بغيتوا، عارفين ماذا تريدون. ولو ان الامور صراحه هنا كتبان لكم بعض المرات كتجوا حتى كتغلطوا، كتجوا حتى لواحد المرحله انكم تقولوا تخلصنا، ولكن كتجيكم شي طاقه، او لنقول افكار مثلا، كتبقى تلقاو حنا كتقولوا مستحيل، حنا كل شيء في حياتنا معلق. ولكن هاد الامور اللي تحصل او ستحصل او التي حصلت، فربي غير باش يوريك الامور. فهمتوني؟ هي الامور ماشي قضيه خساره، ولكن قضيه تفهموا حياتكم، تفهموا ذاتكم، تفهموا ما هي الرساله من الله سبحانه وتعالى. فهمتوني؟ باش تاخذوا الامور على محمل الجيد، باش تراقبوا الامور. شوفوا، راجعوا الصوره الكامله. لماذا حصل كل هذا؟ اكيد في رساله، في ميساج. ممكن الصمت كان ضروري، ولكن باش تشوفوا الحقيقه، ربما بعد كل هادشي اللي تعرضتوا له، صمتوا، كافحتوا، بقيتوا هادشي مخبينه في قلبكم، ولكن ربي باش يوريكم الحقيقه. ربما تعرضتوا للخذلان، الخيانه، الغدر، البلوكاج، كنتم مع شخص ربما صرفتم عليه فلوس كثيره، او كنتوا تساعدونه، كنتوا حاطين هو امل حياتكم، بنيتوا احلامكم على اوهام، لكن شخص عمل لكم بلوك او ذهب، او اكتشفتوا فيه خيانه وغدر. هزيتوا هذه العلاقه على بكل قوتكم، بكل طاقتكم. هاد الشخص ربما يقدر يكون كان من طاقة الحمل، ماشي بالضرورة، ولكن كان شخص صعب وشخص قاسي وإنسان مفكر، أو إنسان يتفكر بعقله كتير. لكن بعد التعب وهذا الأمل، وكانت العلاقة أو هذا الوضع فيه تعلق كبير، أو علاقة دامت فترة طويلة، يعني كانت واحد الأمور. ولكن الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، هنا النهاية كتقول لكم كاينة البشرى. الحمد لله، هنا كاين واحد الضوء ان شاء الله في الطريق. غادي توصلوا ان شاء الله واحد المرحله فيها راحه، فيها حب صافي، فيها عائله، فيها استقرار. يمكن زواج، ولكن ماشي بالضروره زواج، لان هنا من ينتظرون الزواج اكيد زواج، ومن لا يهتمون بالزواج على الاقل في طمانينه. فرحه جايه في الطريق، هذه الفرحه اما عمليه، اما عاطفيه، اما زواج، اما سفر، يعني فرحه شامله، كل واحد وماذا عنيته، ما هو الفرحه التي ينتظرها. يعني شوفوا، هاد الشيء اللي مر عليكم، بمعنى كل اللي مر عليكم، قلبكم تعرض لشرخ، يعني لجرح كبير، ضاعت منكم الثقة، التوازن، ربما ناس كانوا معاكم محيطكم اختفوا، بقيتوا وحدكم، فكركم تايه، الماديات زادت عليكم، مسؤولية صرفتوا كتير، يعني الامور كلها تحركشت، الامور تخربقت، تلب. فهمتوني؟ ولكن انتم في الطريق الصحيح. النهايه فيها راحه، النهايه فيها رضا، النهايه فيها واحد الامل. فالامل في الله سبحانه وتعالى ان هناك بشرى، انكم غتخطاو كل شيء. هذا الشيء كل واحد كما قلت لكم ما هي نيته، كل واحد ولا يقولوا زمزم لما شرب له. فهنا كاين واحد الخير كبير، واحد الخير، إما زواج، إما خطوبة، إما سفر، إما يعني الكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن في أمر سيكتمل عندكم. فهمتوا؟ أمر وصل إلى مرحلة الاكتمال. بعد هذا التعب وصلنا واحد العشر إن شاء الله مرحلة الاكتمال، يعني شيء ما سيكتمل عندكم إن شاء الله. ومع بداية القمر التي ستكون إن شاء الله يوم 24 إن شاء الله، فيكون هناك واحد البداية رائعة وقوية، صلح.
في شي اشياء جايه ان شاء الله فيها الطريق، فيها خير لكم ان شاء الله. المهم هادشي اللي بان لي في هذه قصتكم كما طلبتم مني ان شاء الله. اتمنى ربي تعجبكم وتوصل هذه الرساله لكم، وشكرا لكم.